هلو هلو، ازيكم عاملين ايه؟ من اكتر الحاجات اللي بتحير الناس ازاي نوزن العطر ويطلع معانا الوزن مظبوط 100%. الميزان الابيض اللي كلنا متعودين نشتغل بيه ما مش بيوزن الحاجات القليلة قوي. يعني انا عايزة 2 جرام 3 جرام زيت، الميزان ده ساعات كتير مش بيشوفهم. طب انا هعمل ايه وانا بشتغل بده؟ الميزان الحساس سعره غالي جدا عشان اشتريه، اللي هو بيوزن من اول نص جرام وحاجات بسيطة قوي بيشوفها، فانا مش هقدر اجيبه دلوقتي. طب اعمل ايه؟ طب انا شفت ناس كتير بتستخدم السرنجة. طب هي السرنجة صح هتديني قياس صح ولا مش هتديني قياس صح؟ تعالوا بقى في الفيديو ده نوضح لبعض كل التفاصيل اللي انا مريت بيها وشفت ناس كتير بتستخدمها وهي ممكن تهدر معاهم الزيوت. ليه؟ لان انا ممكن ابقى شارية مثلا ازازة زيت 10 جرام، تمام، ولما اسحبهم بالسرنجة مش هيطلعوا 10 على السرنجة. ليه؟ لان الزيت كثافة احنا بنوزنها بالجرام والسرنجة دي بتكون بالملي، فانت عايزة توزني بالسرنجة يبقى انت هتضطري تحولي الجرام لملي وتتعاملي بالملي. تمام. طيب بالنسبة للجرامات، انا ممكن اجيب زيت، نوع زيت معين تقيل، فالنص جرام او النص سنتي على السرنجة يديني جرام لان هو تقيل. طيب زيت تاني السنتي على السرنجة يديني جرام، زيت تاني خفيف، فحسب كثافة الزيت وتقيل ولا خفيف على السرنجة هيديني قياسات مختلفة. فأنا لو معتمدة إن السنتي على السرنجة هو جرام، لا أنا ممكن أكون هدرت لو الزيت تقيل النص سنتي هيبقى جرام. فاهمين قصدي؟ فالسرنجة لازم أحولها بالملي عشان تضمنوا إن انتوا صح. تمام. طيب اعمل ايه لو انا مش عارفه اشتغل بموضوع ان انا احول والحركات دي؟ طيب انا اتعاملت بالازازه دي، لقيت ان الغطا بتاعها لما مليته على الاخر اداني تقريبا 5-6 جرام. تمام. آه عندنا طريقه ان احنا يا اما نحط نص مثلا الغطا لما ابقى عايزه 2-3 جرام، اوكي، يا اما دايما احط على الاقل. يعني ايه؟ يعني انا لو ضمنت ان الغطا 5 جرام، تمام، او 6 جرام، لما ابقى عايزة احط 3 جرام هحط اقل من نص الغطا. تمام، عشان ابقى ضامنة ان انا في السيف سايد ومهدرش العطور بتاعتي. في طريقة تانية ان انت تحطي اصلا الجار اللي انت سيحتي فيه الشمع او الكنكة او whatever انت مسيحة الشمع في ايه على الميزان وتزودي فوقيه، يعني تعملي تير طبعا، او وتبقي عارفة انت حطيتي حاجة وزنها كام. مثلا حاطة الشمع مثلا محطوط وزنه 100 جرام اللي في الحاجة، هزود عليه لحد مثلا لما يبقى 105، يبقى كده تمام، انا وزنت 5 زيت لوحدهم بعيدا عن الشمع اللي انا حاطه عليه. فيا اما تعملي كده يا اما تعملي كده. وحاجه كمان، وانتي بتضيفي الزيت على الشمع ضيفي بالغطا، ما تدلقيش بالازازه على طول. حطي في الغطا وبعدين ادلقي في الحاجه، عشان لو انتي بتدلقي بالازازه على طول لو دلقتي بزياده مش هتعرفي ترجعيهم. لكن الغطا بنحط واحده واحده. يا رب المعلومه تكون فادتكم، هستنى اسئلتكم في كومنت.